صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجنا روشتة نفسية. معاكم يمنى عمر وعمرو عز. صباح الخير يا عمرو. صباح الفل. احنا كان اتفقنا من اول يوم واحنا بنعمل البرنامج ان هو تبقى روشته نفسيه، بما اننا اتنين متخصصين نتكلم في اي حاجه الناس بتمر بيها وبتشوفها وبتحسها. اتكلمنا عن مواضيع كتير. حلقه النهارده بما ان في طفله انتحرت بسبب التنمر، في احداث عنف، في واحده منهم مشهوره، بس في كذا بوست بدا ينتشر كمان ان فلان ضرب فلان وفلان كسر فلان وفتح ظهر فلان وحاجات كتير. فخلينا نخلي الحلقه بتاعت النهارده هنتكلم عن التنمر، الاستهزاء، التعدي، العنف. ليه قضيه البنت اخذت كل الشهره دي؟ فتعال نبتدي مثلا بقضيه البنت. تمام. هل قضيه البنت اخذت الشهره عشان هي بنت، ولا عشان مدرسه بمصاريف كبيره فالمفروض يبقى الكوميونتي بتاعهم بينهم وبين بعض اسلوب احسن من كده؟ تمام، خلينا الأول نبتدي. ان طبعا الفعل كان مشين جدا، مهم. والتصرف سواء من بنت او من ولد يا عمرو خلينا نبقى متفقين ان ده تصرف غير لائق اخلاقيا. تمام. تمام. بس الموضوع اخد الشكل الترندي دوت ليه؟ عشان هي بنت فعلا، علشان الالفاظ الغير لائقه دي طلعت من بنوته. احنا مهم. الشكل ده معتاد عليه من الولاد. انت لسه في الكواليس كنت مهم. تسالني بتقولي انت عندك بنات، انت ما لا، شفتيش مجتمع الولاد اتيتيود مختلف. الولاد. مجتمع تمام. الولاد مختلف. ان في فرق بين العنف والتعدي. تمام. العنف موجود في الولاد. مهم. اه التعدي هو ده اللي خطر. العنف اللي هو ايه؟ عادي اتنين اخوات ويزقوا بعض ويعملوا، لا، في حتى بيئه الولاد بيئه تنافسيه جدا. تمام. اللي هو انا اسف ان هتطرق لنقطه تانية. ست تقول ليه لما مثلا بتكلم باسلوب مش حلو بيبقى رد فعل وحش قوي او بيسكت خالص مهم. جوزي؟ فبقول لها بيئه الذكور بيئه تنافسيه. مم. فالبيئه التنافسيه عموما اللي بيحصل، انت عليتي صوتك عليا كراجل، فانا هيوصل لي رساله ان انت جايه تنافسيني في سلطتي. تمام. فيبقى قدامي رد من اتنين: رد عنيف، يبقى انا هنا مش بعرف اكنترول نفسي، او مهم. هحاول الم لساني واسكت عشان ما اقولش كلام نتضايق منه انا وانت. مهم. فبيئه الولاد بيئه تنافسيه فيها عنف. تمام. بيئه البنات الاصل فيها لما كانوا بيزعلوا زمان كانوا بيعملوا ايه؟ بيعيطوا. لا. كده كده هم بيعيطوا، حتى ممكن تقوم تضربها وتعيط. البنات اللي هو تيجي اقصى حاجه نخاصمها. هنتخاصم، هنفضل نلقح على بعض. هو ده شغل البنات اي يعني. شغل بنات، تمام. صح كده. انما الجديد ده، مم. دي حاجه بجد اللي هي ايه، مهزله. انا حاسه ان احنا بقينا عايشين في مهزله، والاتيتيود اللي بيحصل دوت. انا مش عايزه نرمي كل حملنا على البيوت، لا. طيب، والله يا عمرو البيت المهزله مش بادئه من السوشيال ميديا. مش في بالظبط. واحده تيك توكر او بلوج ايا كان يعني، اه. قالت كلمه وكانت بتتعدى بالقول على ابوها، اه. والكلمه دي بقت بقت في النار. ترند. يعني كان بالظبط. نار في الهشيم بالظبط. حتى كله. في التلفزيون ده استعملوها في 5 مسلسلات المسلسلات. في رمضان بيقولوها. دي حقيقة فعلا. فانا ممكن اكون الاب والام عملوا اللي عليهم، بس الولد طول النهار قاعد يتفرج على مشاهدات زي دي او مهم. شايف زي ده وعمل ده. بالظبط. انت كنت بتقولي مش هنحمل الاب والام. مش هنحملهم، يعني كفاية بقى اللي هو ايه، نرمي كل اللوم. اصل اب وام ما عرفوش يربوا بنتهم، اصل اب وام ما عرفوش يربوا ابنهم. لا، على فكرة احنا ما بنربيش لوحدنا اصلا يا عمرو. مظبوط. يعني انا الاب والام دول هم ليهم دور، انا مش هقدر انكر ان ليهم دور كبير. بس النهارده ابني او بنتي بيقضوا كام ساعة في اليوم يا عمرو كده؟ قول لي ابنك بيطلع من البيت الصبح بيرجع لك الساعة كام؟ انا عندي كورس عن التربيه، تمام. فقلت ممكن نقول اول 5 سنين في العمر اه. الاب والام هم. تاثيرهم يوصل ل 70 80%. اوكي. بعد 5 سنين من العمر لا، في 8 مؤثرات، فانت ممكن تلاقي نسبتك انت في الاخر 12.5%. دي حقيقة فعلا. فانا اللي هو انا ممكن هو الولاد بيتعلموا الالفاظ الغريبه. مم. طبعا ممكن الاب والام بيقولوها. تاني حاجه الشارع اللي انا فيه. الشارع هو المعلم الاول. الكوميونتي اللي انا بقعد فيه عدد ساعات النهار، اللي هي وانس ان انا بستيقظ فانا بروح على فين؟ على المدرسة. تمام. طيب بقضي كام ساعة في المدرسة دي؟ الكوميونتي ده
تاثيره قد ايه عليا، لان هي دي الفئه العمريه المقاربه لسني انا، تمام. وانا فتاثيري ممكن بيهم احس ان غير هيكون مقبول غير اكبر. لما اعمل زيهم. بالظبط. انا ببقى يعني انا بشوف اولاد يقولوا لي انا بضطر اشرب سجاير علشان اللي هو ايه ابقى زي صحابي، ابقى شبههم، ده في ابقى مجتمع منتمي الولاد، ليهم. دي اللي انا وانت كنا بنتكلم فيها قبل الحلقه، قلت لك مجتمع الولاد هتلاقي حتى الولاد ابن ناس في حته لازم يبقى عنده شله كده. مش بالظبط. طب ايه فايده الشله دي؟ للحمايه. مهم. في البنات لا، هو البنت مش بقول بقى ضعيفه وغلبانه ومكسوره الجناح، لا، بس البنت مش بتبادر بالخناق. عمرو، انا بقى بيجيلي بنات دلوقتي تقول لي انا مش بيبقى عندي بلان ان انا صاحب، بس انا بضطر صاحب علشان ابقى زي صحباتي، مهم. ما بقاش مختلفة عنهم، مهم. تمام. فانا النهارده حتى لو يعني البنت بتبقى متربية كويس في بيتها مهم. وبيتها ما بيقبلش بحاجة زي دي، بس هي الكوميونتي اللي بتنتمي ليه في المدارس مهم. بتاعتها هم البنات بيعملوا كده، فهي بتعمل كده. فاحنا كفاية يبقى هنا إلقاء بندور على اللوم على ايه؟ الأهل. كل انا الولد والبنت، لا هنا هيبقى في غلطه في الاهل ولا هيكفي؟ انا كابن او بنت انا بقلد ده، مهم. بنتمي للشله دي، او بصاحب او بشرب سجاير او بعمل اي حاجه او بتخانق عشان اكون منتمي لمجموعه. تمام. طيب انا اب وام، ما عنديش انا بحاول اوفر لاولادي مدرسه نظيفه بسعر كويس عشان الكوميونتي، ونادي كويس عشان الكوميونتي، مش فاكر ايه كويس عشان الكوميونتي. بس انا نسيت افهم عيالي ان هم يبقى بوصلتهم الاخلاقيه والدينيه بتحركهم، وانهم كده كده متشافين تمام. ايا كان الوسط اللي هم فيه، حتى لو دول مش متقبلينهم هو كفايه هو متقبل اللي هو ماشي عليه. تمام. فانا الاجيال انا رايح اصاحب عشان اتم قبولي في الشله. هل مهم. كل البنات بلا استثناء اللي في سنها في نفس المدرسه كلهم مصاحبين؟ لا، مهم. بس هي عاوزه انتمي لهذه الشله. هي ميولها، هي فكرة مش ميول ميول. والله. لا والله، ما هو انا النهاردة عندي صاحب كويس وفي صحاب كتير وحشين، تمام. تمام. مين؟ هو انا ليه رايح منتمي لشلة الوحشين؟ علشان انا ميولي رايحة الناحية دي. طب انا هقول لك، انا بعمل فيديوهات من سنين، بعمل محاضرات من سنين. تمام. جالي فتره من الفترات اللي هو معلش انا بنزل فيديو 100 مشاهده، مم. وحد ينزل فيديو اي حاجه في اي حاجه مليون و2 مليون و5 مليون و10 مليون و20 مليون مشاهده. تمام. لو انت البوسطه الاخلاقيه والدينيه ما بتحكمكش هتقولي ما نطلع نهيس. صح فعلا. الشهره شهوه، مهم. صح. الفلوس اللي بتيجي من السوشيال ميديا شهوه، مهم. ان الناس تتعامل معايا ان ابو دم خفيف ويبقى الكل هيموت ويتصور معايا شهوه. مهم. فانا اللي حكمني واللي خلاني ما اعملش ده البوسطه الاخلاقيه والدينيه اللي اتربت. بالظبط. انا هقف قدام نفسي في المرايه بحترمني، لما ولادي يكبروا هيقولوا ان ابوهم محترم. مهم. طب السن المراهق هو كده كده لسه ما نضجش، تمام. يعني هو عشان يبقى ناضج ويعرف ياخد قرارات حقيقيه 21 سنه، مهم. قرارات اللي هو فيها سنه رزانه يعني. بالظبط. اه. ففي السن ده انا عندي ميل ان اصاحب، ميل ان اشرب سجاير، ميل ان اعمل كذا، شفت الناس بتعمل كده فحابب اقلدها. تمام. هنا دور الاب والام ايه؟ دورهم في السن دوت في اه. سن المراهقة ان انا هبقى طول الوقت عيني على ولادي. مهم. انا طول الوقت لازم ابقى بعلمهم يعني ايه ربنا في الحياة، هي دي. فكرة اللي هو ايه الخيط اللي بنشده. مهم. اي حاجة فوق ربنا، مهم. اي حاجة فيها مهم. حلال حرام اشد الخط. مهم. ينفع ما ينفعش، طالما شديت الخط والحاجة تحتيه يعني الحاجة اه. نزلت تحت، لا خلاص يبقى دوت غلط مهم. وحاجة انا مش هينفع اعملها، تمام. تمام. بص يا عمرو، انا بشوف ناس كتير قوي مهم. بتغلط في سن ما وبترجع تاني. عشان اتزرع عشان فيهم بوسطه اخلاقيه ودينيه من هم بالظبط. صغيرين، صح. يعني مفهوم ان ابني غلط في سن معين ان هو خلاص ده هيبقى الاتيتيود بتاعه وده لا لا هيبقى لا. السلوك ومدى الحياة، ده مفهوم غلط طب جدا. حلو قوي والله الطلعه دي. مهم. انا والد البنت او مامة البنت تمام. جيت لك بيها تمام. بعد القصه اللي حصلت دي كلها، مهم. وطبعا في سريه للمريض ومش هيجاب ومش هنقول دي فلانه بتيجي تتابع معايا والكلام ده، بس انا بقول اوكي. فرضنا تمام. انت شايفه ايه خطوات العلاج مع البنت؟ عشان الناس ممكن، في ناس طلعت وقالت المشكله في التربيه، مهم. المشكله ان هي بتتضرب في البيت. اه. انا رايي الشخصي وما اعرفش هتوافقيني ولا لا، ممكن البنت دي ما بتضربش في البيت وبتاخد اللي نفسها فيه وكل حاجه، بس اللي حصل ده مش تربيه ومش
تاثير ضغط العنف فبطلعه. ده تمام. انجر ايشو. رايك ايه؟ صح جدا وموافقاك الرأي جدا جدا. البنت دي لو بتتضرب في البيت، البني ادم اللي بيتضرب بيخاف. مم. تمام. فكانت هتخاف تعمل الشكل ده بالشكل ده عشان هي عارفة قد ايه هي هتتعاقب لما هتروح البيت. تمام. البنت دي مش بتتعرض لعنف جسدي، البنت تمام. دي بتتعرض ان هي كم مهمل في بيتها. البنت دي لا بتتسمع ولا بتتشاف ولا في حد اخد باله منها، هي حاسة ان هي مش موجودة. مش تمام. مسموعه. بالظبط. مش حاسين ان هم بيها. بالظبط كده. احنا بنتكلم مش البنت كبنت بنفس الاسم، انا بتكلم ايوه، على حاله زي دي. انا فاهمة. خلاص. الانجر ايشو، انا شايف ان شعور الغضب مهم. شعور اصلا صحي جدا. مهم. الطبيعي ان انا اغضب، الطبيعي ان انت تغضبي، الطبيعي الراجل اللي ورا الكاميرا بيغضب، كلنا نغضب. مهم. السلوك اللي هو فيه تعدي والعدوان هو اللي فيه مشكله. ما هي فكرة الكنترول. انا قادرة ازاي ان انا اكنترول نفسي، قادرة ان انا ازاي اكنترول مشاعري بحيث ان انا سلوكياتي ما تبقاش سلبية وعنيفة بالشكل اللي احنا شفناه. ما انا بس هقول لك، انا اسف. الناس ساعات مش قادره تستوعب ان انا من حقي اشعر بالغضب. شعور مهم. الغضب هو تم التعدي على قيمه مهمه عندي. تمام. انت عندك قيمه الخصوصيه مهمه، بمسك موبايلي. مم. انت عندك قيمه الحريه مهمه، فانا خانقك وحابس حدودي. مهم. انا عندي قيمه الاسره مهمه، فانا بشتم اهلك. مهم. ف او بمنعك عن اهلك، فانا عندي شعور غضب. مم. كيف يتم تفريغ الغضب بدون ما اوصل للعدوان؟ النهارده تفريغ الغضب دوت، انا يعني هي كبنت في السن دوت، لا الدور بيبقى دور الاهل في تمام. التوقيت دوت. البنت دي هي، ما هي لو سويه يا عمرو هي اصلا مش هتطلع بالاتيتيود ده اللي احنا شفناه ده. هي لو سويه مش هيصدر عنها السلوك ده. فاحنا هو مفيش النهارده حد فينا سوي بنسبه 100%. ما بقولش سوي بنسبه 100%، بس انا بقول ده غضب مكتوم مدفونه. بقوه. فالبنت دي جواها غضب، ده في طاقه غضب. بس انا بقى النهارده بجد مهم. يعني انا اخصائي صحه نفسيه، مهم. انا بقول ان البنت دي رد فعل. الطاقه اللي اتعاملت بيها ما كانتش طاقه طبيعيه. ردود افعالها، البنت دي اتعنفت قوي من اللي قدامها على فكره. لا بس دي اصغر، دي صغيره. انا فاهمه، ما اه. هو قالوا انها شتمت، ما قالوا ان البنت الصغيره شتمت يا عم. ب... انا دلوقتي لو انت طالعه دلوقتي لقيتي عيل صغير امم. شتمك، تمم. هتقومي تعملي انا كل بتكلمني انا حلو. بوعي بلاش ونضج بنتك السن الكبيره، بتاعي. بنتك الكبيره، اه. وهنقول الفرق بينها وبين اختها الصغيره 7 8 سنين. تمام. فدي الصغيره شتمت الكبيره امم. وقعدت تتعامل بهذا الكم من الغضب امم. كده عشان حقها، عشان هي شتمت. لا مش حقها. ما بقولش حقها، مم. بس انا بقول هو احنا ليه بقينا جلادين على بعض قوي؟ احنا بقينا قضاة على بعض، اللي هو ايه، انا النهارده قاعده كل حاجه تجادج، انا عماله احكم. احنا لا بنحكم على احنا مين؟ كلنا تعبانين وكلنا ضعاف وكلنا بيجي لنا بالظبط. مشاكل بس وكلنا بيجي لنا طاقه غضب رهيبه. انا بتكلم، انا معاكي ان بابا وماما عليهم مسؤوليه. مهم. المدرسه اللي دفع فيها فلوس. بس احنا لسه هنيجي للبوينت بتاعت اه. المدرسه. انا بس عاوزه يعني ااكد على اه. حته البنت دي، يعني حرام، دي لسه صغيره، دي لسه في سن يعني اللي هو مفيش وعي ونضج كامل، مخها ما اكتملش اصلا. انت فاهم قصدي مهم. ايه؟ اللي هو مفيش اكتمال في التفكير، تمام. مفيش ادراك، لا هي لو عندها ادراك يا عمرو انت هتشوفها بالمنظر اللي احنا شفناها بيه، مستحيل. مم. البنت مش ناضجه انف ان هي تطلع رياكشنات سويه. تمام. تمام. فعلشان كده يعني ايه، انا عاوزه السوشيال ميديا ترحم شويه البنت دي، لان احنا كده اللي هو هنطلع منها النسخه الاسوأ. البنت كانت بتحاول الانتحار طبعا لان حياتها بتنهار حرفيا، يعني ما يوم هو وليله هي طلعت ترند، وطلعت ترند بحاجه سيئه قوي والفاظ طيب سيئه. احنا مش بندافع عنها. انا ما بدافعش عنها، اه. انا بس ما انا قلت، بدافعش، انا انا بس بقول للناس نرحم بعض انت شويه. تخيلي انت دكتوره مشهوره، بنتك عملت حركه وانت ضربها، قام حد صور اللقطه دي وانتشرت، وبص الناس النفسيه بتعمل ايه. مم. اللي هو ايه كميه رد الفعل ده؟ بس الناس رد فعلها بنت بتتصرف بهذا الكم من الغضب، مم. رد فعل مبالغ فيه.
تمام. بكميه الالفاظ دي. مم. احنا بنشتغل جلادين وبنقعد نحكم ونحلل وهنقول بابا وماما غلطانين ومش فاكر مين غلطان. مم. احنا بنتكلم، انا لو ابني ما تصورش مم. عنده هذا الكم من الغضب، اه. ايه دور اي اب؟ يعني انا فرضنا انا راجل عادي، شفت تمام. البتاع ده، انا بقى عندي حاجتين. رقم مم. واحد، انا خايف ان ابني يفعل هذا الفعل او بنتي تمام. تفعل هذا الفعل، وخايف ان ابني يفعل به هذا الفعل، وخايف ان بنتي يفعل بها هذا الفعل. مم. فانا ايه الحاجات النصايح عشان تبقى روشته نفسيه تمام. اللي نقولها لبابا وماما عشان ما يوصلش الحاله دي وما يوصلش الحاله دي؟ التفريغ، السحر. انا بشوف ان هي دي المفتاح السحري لكل حاجة في الحياة. تمام. ابنك وبنتك ما يبقوش مكبوتين، ما يبقاش عندهم طاقات. ابني وبنتي ما ينفعش يناموا وانا ما اعرفش اليوم حصل فيه ايه، ايه الاحداث اللي اثرت في نفسيتهم النهارده، ايه الاحداث اللي مأثره فيهم ازاي؟ من ازاي يعني ايه. انا هيبقى قولي عندي لي نصيحه للاب. انا تمام. ام، انا فانت لا، بتقولي هي اعملي كذا. الام، هي الام. لا انا مش اب او ام. لا، الدور دوت الام. واب انا بتكلم، انا اب في الاب. المشاكل اللي هي لا انا بتكلم، الكبيره. انا اب هاجي بالليل لا عاوز اصل اقعد مع هي اولادي، انا هقعد مع اولادي بالليل اول تمام. ما اوصل. تمام. ايه اللي لا عارفه اللي هي ما قولي لهم. ماشي. النهارده الستبس الصح قوي ان الام مجرد ما ابني او بنتي بيرجعوا من المدرسه او بيرجعوا من اي مكان هم فيه بره، حلو. بجيبهم كده، احنا بنقعد مع بعض ال10 دقايق، والله يا عمرو جميله. ما بتاثر حاجه. جميل. فكره الكواليتي تايم 10 دقايق بس، انا همسكك في ال10 دقايق. يومك كان عامل ازاي؟ ايه اكتر حاجه فرحتك في اليوم؟ هي دي، هو ده السؤال. تمام. عشان ساعات اللي هو ايه، عملت ايه النهارده؟ ها، وحليت. ممكن ما تسالوش كلام عام، بالظبط. اساله مشاعر. ايه اكتر حاجه بسطتك؟ ايه اكتر حاجه ضايقتك؟ ايه اكتر حاجه استغربتها؟ ايه اكتر حاجه نفسك تكون موجوده؟ ايه اكتر حاجه نفسك تتشال؟ بالظبط. خليه يعبر عن مشاعره. بالظبط. يومك كان عامل ازاي؟ ده هيبقى سؤال يومي لابني او بنتي، عشان يبقى خلاص هو تعود واتبرمج. انت هتدخل فانا هسألك وهقول لك يومك كان عامل ازاي، فهتبقى انت مستحضر كل الحاجات اللي تعرضت لها في اليوم، وهتتعود ان انت تيجي ترمي عليا. تمام. لقيت انت الحد اللي ترمي عليه، طبيعي ان انت بتفرغ يوميا، فبقيت شخص اللي هو ايه، عندك سبيس ان انت اصلا تدخل مدخلات تانية جديدة. يعني ابني او بنتي هيروحوا المدرسة في اليوم التاني عندهم القابلية ان هم يستقبلوا يوم دراسي جديد انا بثقافات سالتهم جديدة. يبقى النصيحه عشان قبل ما نطلع الفاصل. اول نصيحه انا سالتهم. 2، استقبلت ايا كان الشعور اللي عندهم. تمام. انس ابو خشت لما بيطلع في الحلقه ليه الضيف يعيط معاه؟ هو بيخليه يطلع بالظبط. الحته، وصل مع الحته. مهم. انا مسميني السادي عشان اللي بيجي عندي ايوه ايوه. يقعد انا لسه منزله الفيديو النهارده. انت لما بتلمس مع الشعور اللي قدامه، انت انا فاكر بعد الحلقه بتاعتنا، هم دول ما حد شافها، بعد الحلقه قلت لي بعد انا البودكاست رجعت. انا رجعت تاني. انا كنت قاعده فاصله زي ما انت شايف، ما كنتش قادره اشتغل ولا اعمل حاجه. احنا بعد الحلقه اقسم بالله انا انطلقت فعلا، قمت زي ما انت شايف كملت حياتي. دي حقيقه. اللي هو فرغت. بالظبط. فرغت ان انا اقول، انا من حق اتسال، فاقول، فطلع، فما يتحكمش عليا، فنوصل لحل. بالظبط. ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني. انا لكم تاني ومكملين مع بعض في حلقتنا التنمر وتعرض اولادنا للعنف. انا عندي بنتي او ابني حد بيعمل حاجه بتستفزه جدا وعنده غضب وجاي، انا بحكي له يا ماما ده الولد اللي في المدرسه بيعمل كذا، ده صاحبي اللي بتعمل كذا. اهو انا معنى ان انا جيت لك وحكيت لك، معنى ان جيت لك رقم 1 ان علاقتي بيك كويسه اصلا. تمام. رقم 2 ان عارف ان الحل عندك فما تخزنيش. وفرضنا وانا بحكي لك ده، انت في وسط شغلك وفي وسط السيشنات مش هتعرفي تدي له وقت. تمام. اول حاجه احنا بندي نصايح للناس، يعمل ايه؟ تمام. هبدا ان انا اقول له ممكن تهدى. انا يعني انا متفهمه جدا اللي انت فيه وحاسه بيك قوي وحاسه بالغضب اللي انت فيه، بس انا عاوزاك تهدى لحد ما نقعد مع بعض. ده لو انا في حاله ان انا مش قادره اوفر لك الوقت دلوقتي ان انا هقعد معاك، بس احنا هنقعد مع بعض واطمن، هقدر ان انا اخد لك حقك كويس قوي. هي دي. بص كم هاخد لك حقك. تمام. وانا ساعتها هروح للاداره واخد خطوه. ولازم الولد يحس انه اتدافع عنه. بالظبط. يعني انا
في الكتاب بتاعي بتاع اداره الضغوط، عشان احنا هنخلص القضيه دي وندخل البنت اللي تم التنمر عليها مثلا وانتحرت في كنت اسكندريه. انا في كتاب اداره الضغوط اتكلمت ان التنمر من الحاجات اللي بتسبب الضغط. تمام. فالناس قالوا عليا ان انا متنمر مهم. عشان بهزر وبنكش وكده. انت قلت لهم لا. الصراحه طول الوقت بتتنمر. انا والله العظيم. لسه متنمر على الجاكيت بتاعك، قايل لي بتاع المطافي، فتنمر اهو. لا، ده مش تنمر، ده مم. ممكن نحطه تبع بند السخريه. لما انا وانت قعدنا نتكلم قبل فقلت لك التنمر دائما تاتي من شخص متسلط مم. على شخص لا يستطيع حمايه نفسه من المتسلط. تمام. تلاقي في الافلام الاجنبي جايبين ولد ضخم وبيمسك حد تاني بقى سواء عنده عرج، حتى في سبايدر مان مهم. التنمر من واد ضخم كده والتاني صغير فبيقوموا ماسكينه فبيمسكوا. ورامينه في الباسكت. صح. حاتفين عليه اكل، حاتفين عليه شرب، يوقعوه يشنكلوه يرموا له شنطته، ده تنمر. مظبوط. هل عشان في تعدي؟ لا، عشان مش عارف اخد حقي، مش عارف ارد عليه. تمام. اما السخريه اللي هو انا بتريق عليك وانت بتتريق عليا وبنكشك، ايه يا عم اه. هو في حد بيعمل كده؟ مم. وانت ترد عليه، ده عادي. ستاند اب كوميدي. اللي هو زي ستاند اب كوميدي، زي برامج اللي هي الناس التوك اللي بتقعد، شو. ايوه اه، بالظبط. اوكي. وناس بتقعد تجيب مقاطع من بتاعه وتتريق. مش انا بعرف ارد عادي وبنتكلم؟ تمام. خلاص، ده استهزاء، ده مم. سخريه، ده مش تنمر. اوكي. التنمر في حد يقدر بسلطته ان يمنعك انك ترد، فانت اكنك قاعد احشي فيك ضغط من غير ما مهم. تعرف تفرغه. ومش لازم السلطة يبقى هو فوقك، لا، السلطة دي ممكن باختلاف الأحجام. يعني أنا فعلا صح. وزني أكبر منك أو بلعب رياضة ما، فأنت مم. اللي هو بقيت خايف إن أنت صح. ترد عليا عشان أنا عارف لو أنا رديت أنا هتضرب. صح. تمام. فبقيت مضطر إني أسكت علشان ما الاقيش رد فعل او مثلا أنا ما أقدرش الشله عليه. بتاعته كبيره هتاخد له بالظبط. حقه فانا مش أيوه. هعرف ارد. بالظبط كده. خلاص. ابني تعرض للتنمر، تمام. بنتي تعرضت للتنمر، نقول مهم. لهم ايه؟ هنقول لهم ان احنا يعني هبدأ ان انا اقعد مع ابني او بنتي وهشوف الجزئية اللي هو يعني مثلا ايه. لو ابني لابس نظارة تمام. و... والولاد تنمروا عليه في حتة ان هو حلو جدا. لابس نظارة. حلو. ماشي. فهبدأ ان انا اخد ابني وهفهمه مهم. وهقول له هل النضارة دي وصمة عار؟ لا خالص. هل بالظبط. النضارة دي انقصت من شأنك حاجة؟ لا خالص. طب تعالى كده نفتح فيديو لأي دكتور، تعالى نفتح فيديو لأي شخصية مرموقة في المجتمع لابسة نضارة. مهم. تمام. فالنهارده احنا اساسا ولادنا بيتعلموا بالمحاكاة. صح. تمام. يعني كل ما بجيب نموذج واحكي عنه واوريه لابني بعينيه مهم. فهو خلاص الموضوع بيبقى حاجه راسخه في دماغه. مهم. فابدا ان انا افهمه ان النماذج الناجحه اهي لابسه نظاره قدامك، وده لا ينتقص من قدرهم اي حاجه. اللي هي انا كنت عامل حلقه مع دكتور الجلديه وبنتكلم عن مرض البهاق، مهم. وكنا بندبيت في حته. مم. هل الناس هي اللي المفروض تدعمني عشان اتقبل اللي عندي، ولا انا لو متقبل اللي عندي سواء الناس دعمتني او لا هيفرق؟ انا كده كده لا، لو انا بقى بقيت متقبله اللي عندي من جوايا بس انا بتكلم عن مراحل عمريه باختلاف النضج اللي اصلا انت بتقوليه ده والادراك تقبل والوعي. اصلا النضاره، وده بالظبط. شيء طبيعي. طب بالظبط. انا في السن الصغير انا مضطره اني الجا للامثله اللي هي ايه، ابني يقدر يفهمها. ويبقى فخور بنفسه وهو لابس النضاره. بالظبط. حته اللي هو ايه، انا فخور بنفسي، اللي هو في اتكلم مع امثله. نفسي انا الدكتور فلان. بالظبط كده. فعلشان كده انا بقول لك باختلاف الاعمار اختلاف الامثله بقى. طيب انا تخين، ولد تمام. تخين قوي، مش هنقول مريض سمنه، هو بيحب الاكل واصحابه اوكي. طول النهار يتريقوا عليه تختخ مثلا، تمام. نقول له ايه؟ لا، في حته السمنه بالذات مم. احنا اساسا الاهالي احنا محتاجين يعني انا ابني تخين، لا انا مش هسيبه تخين، لان هو الطبيعي مش ان هو يبقى تخين. حلو. طالما ابني تخين فانا السبب على فكره، انا كأم لا انا تمام. السبب. انا شايف نفسي بحب الاكل بزياده وقاعد اكل وماما قاعده تاكله وبيتخن. هشوف انت بتكريف على ايه وهبدأ ان انا ما اجيبهوش البيت اساسا. طيب تمام. انا دلوقتي ابني قاعدين يتريقوا على تخن، تمام. هقول هما مش من حقهم انهم يتكلموا على ده. ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين، انت فعلا مش بتاكل من اكلهم عشان يقولوا لك ده. مهم. رقم ثلاثة، هل الوزن الزيادة صحي ولا غير صحي؟ تمام. انا كده هبقى مرتاح في اللبس، فاحنا هنغير ده
عشان صحتنا تكون احسن. بالظبط كده. مش هنعمل ده عشان هم بيقولوا ده. تمام، بس انا بقى بتكلم. وهنعتبرهم زي جرس انذار نبهوك ان انت ماشي غلط. هنعتبر ان كلامهم مش سخريه قد اللي هو حد بيفكرك لا خد بالك. بالظبط. انا بس علشان هي حته التخن دي انا بتكلم فيها الاول، يعني انا ليه اصلا اسيب ابني يوصل لا، ما هو انا بص يا عمرو، انا هقول لك على حاجه، خلينا نبقى واقعيين شويه. يعني انا بشوف ناس بيروحوا المدرسه، كان دي مشكله انا كانت جايه لي قريب. الولد بيروح المدرسه ريحته مش كويس. يعني عنده اخ اصغر منه، فبيبقى عامل تويلت وهو نايم ومش عارف ايه، فريحه الهدوم وريحه البيت مش كويسه. تمام. فالولد الكل بينفر منه والكل بيقول عنه ريحته مش كويسه. هم كاطفال انت مستوعب يا عمرو، احنا شخصيا لما بنبقى قاعدين مع حد ريحته مش كويسه فطول الوقت متضايقين من الريحه وعاوزين نمشي ونبعد. كطفل اللي هو انا يعني انا وانا كبير ما استحملتش فريحتي مش حلوه، انت مسؤول عن نفسك. ماشي، بس انا بتكلم بقى عن الطفوله. أيوة، احنا مسؤولين. أنا مسؤول عنك. طالما في حاجه خارجه، يعني مثلا مش تشوه، مش حاجه ربنا يعني ابتلانا بيها، طالما انا وقادره ان انا بالي من ده. بالظبط بقى. مفيش فرضنا اخر حته في الغسيل وانا كده قاعد مع طفل تاني صغير اجهزيه النهارده. تمام. مش هيحصل كارثه، اجهزيه ما ينزلش يبقى متضايق من نفسه وعنده شيم. انا خجلان من نفسي. دي حقيقه. طيب فعلا. قصير بزياده عن اللزوم، ما هي دي الحاجات بقى اللي احنا بنقول. طويله بزياده عن اللزوم، ما هي دي الحاجات اللي احنا بنقول دي خلاص، دي من عند ربنا. تمام. قصير دي انا يعني حاجه انا ماليش يد فيها. ماشي. ابدا افهم ابني دي حاجه النهارده انت دي ربنا خلقك عليها. بالظبط كده. رزقك في طولك ده. بالظبط. البني ادم مش بمظهره، مش بهيئته، البني ادم بكيانه، باللي انت هتوصل ليه. الله اعلم صحابك اللي بيتريقوا عليك دول هيبقوا ايه فيما بعد، وانت هتبقى ايه. انت بالنسبه لهم قصير وشايفين انت صغير، ده رايهم، وبالنسبه لناس تانية هم مش هيتضايقوا من ده. بالظبط. ولو انت طويل في ناس هتتضايق منك، ولو انت جسمك رياضي ناس هتتريق. مش في بنات بيتريقوا عليها عشان شعرها ناعم قوي، وبنات بيتريقوا عليها عشان شعرها كيرلي وشكله حلو. بالظبط. دي حقيقة. وبنات بيتريقوا عليها عشان شعرها احمر، وبنات بيتريقوا عليها عشان عينيها ملونه وشعرها اصفر. بيحصل طبعا. طيب. هي اصلا موضه الكيرلي دي اخترعوها ليه يا عمرو؟ بلاش. ما عشان حد كان شعره عشان هو ابن ناس قوي. فاللي هو انت كده هيفضل ناس كده. فانا بعلم ابني يحافظ على حدوده ويمنع ان حد يتعدى عليه فيها. تمام. طيب هل لو ابني ما بيحكيليش وهنقول ان انا كنت مقصر، اصلح ده ازاي؟ هبدا ان انا اللي هو اشده بقى ناحيتي. ابدا اكون علاقه جديده ما بيني البنت وما بينه. مامتها اللي تشدها صح. اوكي. والولد بابا هو اللي هيشد. طب انا بابا طول اليوم في الشارع هو كل حاجه على ماما. لا، ما هو النهارده اصلا انا في وقت من الاوقات انا محتاجه الرمز ده. صح. الرمز ده هو اللي هيوصل لي المسج دي. صح. تمام. فغصب عنك انت طالما قررت ان انت هتبقى اب فشيل شيلتك. صح. تمام. اقعد مع ابنك وعلمه، اقعد مع ابنك وصاحبه. صح. صداقتك لابنك هي اللي هتخليك فيما بعد هتجني ثمار كتير قوي. صح. وتتجنب يعني مخاطر كتير، ادمان وحاجات كتير قوي انت في غنى عنها. بنت نفسها محتاجاني اقول لها كلام حلو ولا عاوزه تسمع من بره. دي حقيقة. لا، ايه الحلاوه دي؟ ايه البنوته القمر دي؟ ايه البنوته الجميله دي؟ خليها حتى لما تيجي تقول لها توصلها ان معاك لسه اللي وشها احمر. بنت واخده من رمز ذكوري شايفها كبنت. دي حقيقة. هو ده قليل. ما هي الفكره ان احنا عندنا مأساة كبيره قوي يا عمرو، ان احنا شايفين ان التربيه بس الام هي اللي بتعمل كل حاجه، رغم النهارده ان التربيه اب وام، لان الرعايه وفي فرق ما بين الرعايه والتربيه. صح. النهارده الرعايه دي ام واب بيقدموها، اي حد في الدنيا بيقدم الرعايه. الكلاب في الشوارع بتقدم الرعايه لاولادها، والقطط بتقدم الرعايه لاولادها. والله الكلاب والقطط بيقدموا تربيه. والله العظيم. والله بيقدموا تربيه. والله. والله دي حقيقه بجد. فالنهارده الرعايه اكل، شرب، سكن، الحاجات دي. التربيه تاكل ازاي، تشرب ازاي، تتعامل مع النعمه ازاي، حكمه. انا بعلمه ازاي يتعامل. بني ادم يبقى حكيم في حياته، بني ادم يعرف يخطط لحياته، بني ادم يقدر يتحمل نتيجه افعاله. تمام. يبقى شخص مسؤول. المفروض التربيه دي
مين انا كأم هقدر اعمل ده الدور ده لوحدي؟ حلو، لا. انت وبتعملي الدور ده وبابا مش مسؤول، باظت. انا كأب بعلمه المسؤوليه وماما ما بتعملش، باظت. اصل دي بص هو كده فريم ماشي، كل ضلعين من الفريم دوت من المربع دوت مهم. لازم ضلعين يمشيه مع تمام. بعض. انت هنا رمز للدفء والحنان والمسؤوليه والله، وماشي. انت كأم لا برضو ما انت انا مسؤوله في حاجات، بس صح؟ كرمز احنا عندنا في علم النفس الام ايه؟ دفى، عطاء، حنان، وشبشب. شبشب. والاب سند، دعم، ظهر، قوه ومحفظه. ومحفظه. انا قصدي فتمام. اول حاجه في التربيه قدوه، زي ما انت قلت، الرول موديل الاول. بابا مسؤول، ماما مسؤوله، ماما لما بتصحى بتروق سريرها، بابا لما بيصحى بيغسل سنانه وبيعمل مشاغل ايه، بابا بيساعد ماما هم بيشربوا شاي، ماما بتقول لبابا شكرا، بابا بيقول لماما شكرا، فقدوه. اتنين، انا بتكلم وبحكي معاه النقاش زي ما انت قلت اول 10 دقايق لما يجي من المدرسه. اضعف حاجه ودي اللي الكل بيستخدمها، التوجيه المباشر، شيل وحط. مظبوط. انت دلوقتي لما بتقومي تصلي بتلبسي ازاله الصلاه وتقومي تصلي، بنتك بتعمل ايه؟ بتقوم تصلي زي ما انت عملت بالظبط. من وهي صغيره، سنه سنتين، دي حقيقة. وتلبس الازداد زي ما هو. دي حقيقة ولو عندك فعلا. ولد هتلاقيه قام لابس الازداد، خد ياض انت ولد تعالى اقلع الازداد. هي فعلا حتة برمجة العقل احنا في غفلة كبيرة عنها يا مم. عمرو والله العظيم. ابنك على ما تربيه دي صح. حقيقة. انا فعلا يعني برمجت ابني على ايه؟ انا السوفت وير بتاعه ايه؟ تمام. انا اللي بنزل كل حاجه. مهم. انا اللي بسطب البرامج مهم. اللي عند ابني. ابني لو بيصلي فبالتبعيه انا بصلي. ابني لو بيشيل هدومه بعد ما بيخلعها فبالتبعيه هو صح شافني صح بكده. لو بيشيل طبقه بعد الغدا فعلشان انا عملت كده. لو بيشوفني انا بساعد امي وبساعد اللي حواليا هو هيساعدني صح بالتبعيه. فكل حاجه انا بعملها اكيد انا بجنيها فيما بعد. صح لو حتى مش بشكل مباشر بالمحاكاة زي ما قلت صح لك. أنا شايفة إن جوهر التعليم في المحاكاة. صح. يبقى عشان نبقى قلنا خلاص الحلقه، احنا اتكلمنا كيف نجنب ابنائنا التنمر عليه او انه يتنمر على حد، مهم. كيف نجنب اولادنا انه يتعدى على حد او يتعدى عليه، كيف نجنب اولادنا كتم الغضب فيطلع في صوره عنيفه. تمام. مبني رقم واحد ان البيت قدوه في التعامل مع المشاعر، مهم. ان البيت بيتناقش وبيسمح لي ان انا اطلع مشاعر، تمام. واخيرا التوجيه لكيف اخراج المشاعر. انا بعرف اعبر عن مشاعري، انا متواصل جيد مع اولادي، انا العلاقه تبقى ناجحه، ولو في مشكله انا اول واحد الجا وفي اقول. بوينت مهمة قوي اللي هي الكتابة. ازاي اعلم ولادي؟ في اولاد ما بيعرفوش يعبروا بالكلام في وقتها. يعني مم. انا بشوف بنت تقول مم. لي ايه انا بكتب لماما على الواتساب او انا بكتب في نوت بوك الحاجات اللي بتحصل. عشان دي عاوزه طريقتها ايوه، بس هي عاوزه ترتب مشاعر، انا مش عاوزها تترتب. بالظبط. لا انا هقول لك على حاجه. لما ارتب واقول اللي هو يعني ايه بفكر ما نفسي تغلط وتعبر عن ما عنديش مشاعرك. مشكله. بس فكره اللي هو ايا كان طريقه التعبير كبدايه يعني اللي هو للمتنفس، بس لغايه بالظبط. ما تعود انك تقول. تمام. في طرق الكتابة، في طرق الرسم. المهم ان انا النهاردة ما بقاش بكبت في طرق صح. تانية كتير. موسيقى، رسم، كتابة، الحاجات دي حاجات مهمة والله جدا يا عمرو. واحنا في غفلة عنها. يعني احنا اللي هو ايه بتفق هو ايه اللي علم ابني يكتب ويبقى عنده نوت بوك؟ لا على فكرة انا معلمة اولادي نوت كده. بوك ونبص فيها وراها. انا على فكره الخصوصيه عند الولاد مهمه جدا. مهم. انا ضد ان انا لو ابني بيكتب مذكراته ابص وراه. انا ضد لو ابني بيكتب لنفسه نوت على الموبايل ابص وراه، انا ضد ده تماما. مم. انت اخد بالي انا لقيت ابني بيضرب بقى العروسه بتاعته، بيتحرش بالعروسه بتاعته، اه بيزعل، هنا ابدا هتدخل. في جرس انذار. اما انا بكتب حاجات دي خصوصيه. مم. في ناس شايفه ان مفيش خصوصيه لاولادي. انا بصراحة الخصوصية عندي التويليت اكتر من كده. مفيش برايفسي في لا لا، الحياة. انا الخصوصيه مهمه، اللي هو انا عندي مساحتي مم. وممكن اكتب واجي اقول. يعني تمام. هو انا لو انا تعديت على خصوصيه ولادي وابني يوميا كان متضايق مني وبيكتب عني كلام وحش، مهم. ما انا هزعل. تمام. هو فرغ وجي بعد شويه يجي حضني وكلمني، هو فرغ، هو مش مم. قصده حاجه، بس لازم يستأمن. بالظبط. اللي هو لازم يبقى في امان، من امنك لا مم. تخونه. تمام. ونطلع فاصل. السلام عليكم. قلنا لكم تاني ومكملين مع الفقرة اللي أنا شخصيا بحبها. اسأل عمرو ويمنى. أول سؤال ليك يا عمرو. مهم. أنا وجوزي بنتخانق دايما
والخناق دوت ولد عنف ما بين ولادي، اتصرف ازاي؟ رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن وقف الرحيم. خناق. تمام. طيب، اتنين، انا بابا وماما بالنسبه لي، انا طفل، بابا وماما بالنسبه لي هم رمز الامان. اوكي. فلما رمز الامان بيتخانق، اذا ستنزع فتيل الامان وسينفجر البيت. اوكي. فانا بقى عندي خوف، والخوف ده ممكن يتدارى فوقيه غضب. مهم. يعني عندي شعور تحتيه شعور اللي ظاهر غضب، بس الشعور اللي تحتيه اصلا خوف. مهم. خوف من الفقد بقى عندي غضب. مش بس ان انا بقلده ما بغضب، لا، انا عندي خوف، ومن كتر الخوف انا شايف ان التفريغ الوحيد للخوف هو الغضب. اوكي. برقم واحد انا اوقف ده. تمام. رقم اتنين، نعتذر للولاد على ده. مهم. رقم ثلاثة، نشرح لهم ان هم هنا اتصرفوا غلط، وان هم هيبتدوا يتعلموا كيفية التعبير عن مشاعرهم بطريقة احسن. تمام. وبعد كده نساعدهم هم كمان يعبروا عن مشاعرهم، تمام. اللي هو وابتدي من وسائل التعبير عن المشاعر، او تعليم تعليم تصدير الشعور بتاعي، ان انا بعمله فاليديتد. اللي هو اوكي. من حقك في موقف زي ده تخاف، حلوة قوي دي. من حقك ان انت في وقت زي ده يجي لك غضب، حقك. انا تمام. دايما مع المشاعر فاليديتد. اوكي. طيب، السلوك هو اللي غلط. طبيعي ان انا وبابا زعلانين، ده شعورنا ان احنا نبقى زعلانين، شعور ان احنا يبقى عندنا غضب احنا مش غلطانين فيه. اما الطريقه بتاعتنا في الكلام هي اللي غلط. فاحنا عادي تشعر بالغضب، مهم. بس تعبر عنه ازاي بدون ما تؤذي اللي حواليك. تمام. في فرق بين، عشان كده عشان المشاعر لا تناقش، لا، هي بتناقش اصلا، بتناقش هي داخليا اصلا. طبعا هي المشاعر اما اصلا بتناقش. اما الشعور اللي هو امتى اللي هو الشعور لا يناقش؟ انا بزعل من حاجه ما بتزعلكيش، مهم. فما تناقشنيش ليه بيزعلك. اه. اما انا غضبان من حاجه، افهم ليه اللي وصلك الغضب، عشان تعرف ايه القيمه اللي بيتم التعدي عليها وتتعامل معاها. بالظبط كده. عندك شعور خوف، اعرف ايه اللي انت موصلك ان هذا خطر فتتعامل عليه. بالظبط كده. هنا مشاعر انت بتناقشها اصلا جواك، مم. بس انت ككبير، انا بقى بابا وماما مم. ما بعرفش اعبر عن مشاعري، مم. ما بعرفش افهم مشاعري. هعرف اعلم ولادي؟ لا طبعا. انت ما بتعرفش تعملي مكرونه، هتقولي لبنتك تعملها ازاي؟ لا طبعا. طيب، لو ما بتعرفش تعملي مكرونه مهم. وبنتك نفسها تعمل مكرونه، هتقولي لا ايه؟ ندخل على جوجل ونشوف بس الطريقة كده. بتاعتها. يبقى انت لو مش عارف تتعلم. ومعكش رفاهيه انك تروح لدكتور عشان تساله، مهم. عندك ادخل سيرش كيف اتعلم التعبير عن المشاعر. شوف فيديو، شوف بوست، شوف مقاله، شوف كتاب، مم. اتصرف. عشان الغضب المتراكم، البالونه المخرومه ما بتفرقعش، مظبوط. اما البالونه المكتومه بتفرقع في الكل. بالظبط. وشعور الغضب المتراكم كتير ممكن يوصلني لعنف. فانا ممكن اترفد من مدرستي، ممكن اعمل لحد عاهه واتحبس وابقى في الاحداث، مهم. ممكن نعور حد تعويره ضخمه جدا فابقى مضطر ان انا اروح اعالجه في المستشفى بارقام كبيره، مم. فالوقايه خير من العلاج. تمام. طيب، شعور الخوف اللي عندي ممكن يتحول برضه هو كمان لغضب. شعور الخوف اللي عندي ممكن يخليني شخص ما بيحبش يواجه. اتعلم عشان ما تضرش ولادك. بالظبط. وكفاية مكابرة مهم. في حتة التعلم في التربية بالذات. كفاية نكابر ونقول لا 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 احنا اتربينا بالطريقة الفلانية والطريقة طلعتني شخص ناجح في حياتي. ما هو انت لو ناجح كنت نجحت في تربية ولادك، لو انت ناجح ما كنتش وصلت للبوينت دي مع ولادك. كفاية نخلي بيئات بيوتنا بيئات تنفير، مهم. ما بقتش بيئة الجذب. المفروض مهم. بيئة الجذب للطفل هي ايه؟ بيته، اسرته. طبعا. النهارده البيئة دي بقت عبارة عن ايه؟ البيئة المنفرة للطفل. فيا ريت نراعي الحتت دي، ويا ريت مش عيب، مش عيب مهم. اننا نتعلم، ولا عيب مهم. اننا نقول احنا فعلا ما تعلمناش ده في يوم من الايام، مهم. ومفيش حد سلط الضوء عليه في يوم من الايام، وما مهم. تعلمناش ازاي اصلا نربي مهم. ولادنا صح. فمش غلط ان احنا نحضر كورس لحاجة زي كده. انا اول مش ما غلط. واحده كانت بتيجي تحت الكرسي موت، يا بنتي ما احنا ربيناكم. اه بجد نفسي نبطل الجملة دي والله يا عمرو. احنا لو بطلناها هنشتري ولادنا. عادي، وماما ربتني احسن تربيه، بس ايه تمام. المشكله؟ طب هنطور. انت مهم. فله وعاوزه ابقى اكثر فلا. بالظبط. بالظبط. تعالي لي بقى حته سؤال ايوه. في الجون. تمام. انا مم. بنتي 13 سنه، بتسمع الكلام، بتذاكر، بس قاعده على الموبايل طول اليوم.
تمام. وفي مواقف بحس انها بتعاملني ند، امم. ان انا ما بقتش مامتها، انا امم. صاحبتها اللي هي شيلي وانت ما تشيليش ليه، امم. اعملي وانت ما بتعمليش ليه، تمام. كيف اتعامل؟ اوكي. سلطنا الستات على الستات. ايوه. ليه كده يا عمرو كل مره ترمي لي الكوره كده؟ لا انت ست ماشي. عندك بنت، اوكي. واكيد لو هي في السن ده ممكن مهم. تبتدي تمر بده، فانت هتحكي كاخصائيه معاكي دكتوراه في الصحه النفسيه، وكأم تمام. وكست. اوكي. بسم الله. مم. النهارده انا عندي بنت، المرحله اللي هي فيها اسمها مرحله مراهقه. تمام. تمام. مرحله المراهقه دي بتبقى حرب ما بين عقل وما بين جسم. تمام. هرموناتها هي بتكبر. تمام. وجسمها يعني الجسم عمال بيكبر والعقل لسه بنفس المحدوديه بتاعته. مهم. مفيش نضج، مفيش وعي، مفيش ادراك بالشكل الكافي اللي ثوره الهرمونات اللي هي فيها دلوقتي. تمام. تمام. طيب انا في المرحله دي هي بيبقى عندها اللي هي عايزه تقول انا موجوده، تمام. صوتي يتسمع، انا واحده خلاص كبرت وبقيت انسه، فانا زيك. تمام. فلازم اتفهم قوي الجزئيه دي. تمام. تمام. ابدا اقعد مع بنتي وافهمها ايديولوجيه المرحله اللي هي فيها. تمام. احنا النهارده يا حبيبتي في مرحله مراهقه، والله حرفيا انا بعمل كده مع بنتي. مهم. احنا في مرحله مراهقه، انا متفهمه جدا المرحله اللي انت المرحله العمريه اللي انت بتمري بيها فرصتك دي. عليها تاخدي على قفاكي. بالظبط كده. المرحله العمريه اللي انت بتمري بيها انا متفهمه فيها ومحترمه فيها كل مشاعرك وكل حاجه انت بتمري بيها. تمام. بس اللي انا مش هسمح بيه ان انت تتعدي الحدود بتاعتك معايا. مهم. انا هفضل ماما. مهم. تمام. ماما دي يعني ليا احترامي، مهم. والاحترام دوت مش علشان انا بقولك انا ماما وكبيره فبفرض سيطرتي عليكي، لا ده علشان ربنا وصانا ان انت تحترمي امك وتكوني بره بيها. مهم. ادخل حته ربنا في التربيه ومليش دعوه ان حد يقول لي المجتمعات والعولمه اللي احنا بقينا فيها مهم. محدش يكلمني في النقطه دي. تربيه ولادنا الدين لازم يبقى هو المين كورس بتاعتنا صح. فيها. تمام. يبقى انا هبدا افهمها ان احترامي واجب لان ده اللي ربنا قال عليه. مهم. تمام. طيب حته التليفون بقى اللي في ايد ولادنا، انا محتاجه ان انا اقنن استخدام التليفون. انا مش هقدر اشيله خالص، مهم. فهعمل ايه؟ هبدا ان انا اقنن، هعلمها، هقول لها تعالي انا وانتي هنتعلم مع بعض حاجه اسمها فن التخطيط. مهم. تخطيط الوقت بتاعنا هتعلمه ازاي؟ ان انا النهارده ازاي كنترول نفسي لو انا نفسي اعمل حاجه بس انا مش هعملها علشان انا عندي بريوريتي لحاجه تانية، في اولويات، ترتيب تمام. الاولويات. مهم. فلو سمحتي اديني التليفون، لانه طول ما هو في ايديكي او هو جنبك انت هتفضلي متشتته فيه، اللي هو اخلص بسرعه الواجب، اخلص بسرعه الحفظ، مش عارف ايه. حتى في علم البرودكتيفيتي او الانتاجيه، كان واحد قال لك هات كتابين واقرا من ده صفحه وده صفحه، ده صفحه ده صفحه، ده صفحه ده، وقف ده مهم. اقرا ده كام صفحه خلصوا، اقرا ده كام صفحه خلصوا. تمام. فهي لي كلمتين وترجع الموبايل، ده بالظبط. لا انتاجيه للموبايل ولا انتاجيه للمذاكره. تمام. كم. فهاخد منها الموبايل وهقول لها احنا قدامنا تايم معين انت هتخلصي فيه، هتنجزي كل حاجتك فيه، تعالي اطلبي الموبايل. ما قدرتيش ان انت تنجزي هيبقى فيه اكسترا تايم وهتخلصي اللي وراكي، وبعد كده هتيجي تاخدي الموبايل. فالموبايل انت مش هتاخديه الا اذا انجزتي اللي وراكي بشكل كامل، وابدا ان انا اطمن ان هي خلصت الحاجه دي. تمام. طيب لو هي النهارده مثلا بدأت ان هي تبقى ندية معايا وبتعند عند مهم. بقى اللي هو مهم. حتة العند. العند ده مؤشر ان في طاقة غضب من ناحية، يعني ناحية البنت تجاهي. مهم. فاللي هي بقت اكيد بتشوفني بعمل سلوك غير سوي او انا ام متناقضة. مهم. الام المتناقضة دايما ولادها بيبقوا يعني ايه، في حالة اللي هو ثورة عليها طول الوقت. مهم. يعني بتلاقيهم عند طول الوقت، مش هريحك، عايز طول الوقت ان انت ما تبقيش مرتاحه، عايز طول الوقت اللي هو اضايقك عشان انت مش ام صادقه، مهم. انت مش الصوره اللي انت بتبينيها. تمام. كلنا بنبقى فاكرين ان ولادنا عبط مهم. او مش فاهمين اللي احنا بنعمله والتناقضات اللي احنا بنعيش فيها، اللي هو طول الوقت انا بتكلم عن حد في ظهره بشكل مش كويس وانا باجي في وشه بتعامل معاه حلو فهمت. قوي، فهمت. الكلام ده فهمت. كله
بيولد عند ولادنا اساسا اللي هو ايه ايرور. فببدا ان انا ما ببقاش الشخص اللي هو الايدل بالنسبه لاولادي، ما ببقاش انا الريفرنس بتاعهم، ما ببقاش ليا ريسبكت كبير عندهم، وبيبقوا غضبانين كمان. يعني مثلا ايه، انا جالي ولد قبل كده لقيته بيقول لي تيتا مش وحشه مع ماما او مش بتضايق ماما في حاجه، بس ماما اللي هي اللي كونسبت الحما مثلا مم. بتفضل تتكلم عنها طول الوقت بطريقه مش كويسه، وانا بحب تيتا ومش عارف ايه. فاللي هو بقى ندي مع امه، بقى عنيد معاه. فاحنا محتاجين ان احنا ناخد بالنا قوي من اي تصرف احنا بنتصرفه قدام ولادنا، لان كل حاجه هم بيسجلوها. صح كده. تمام. فحته التسجيل دي احنا اللي بنجني، يعني احنا اللي بنجني ثمارها فيما مظبوط بعد. مظبوط. يعني خلاصة الحلقة بتاعت النهاردة: تنمر، الغضب، المشاعر، التعدي، علاجها في التربية. مظبوط. وعملنا لهم روشتة نفسية هايلة، بالظبط. ونشوفهم الحلقة الجاية إن شاء ان الله. شاء الله. السلام عليكم.